يا مساء الورد، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده وجزء تاني مهم جدا بنكمل فيه الروايه والحكايه اللي لاول مره بتتحكي من بطلها الكابتن احمد سيد زيزو. وقفنا لحد 3 4 شهور اللي محدش بيتكلم فيهم خالص مع زيزو من نادي الزمالك، وبنتكلم النهارده في الجزئيه المتعلقه بماذا حدث لما جت لجنه الكوره وبداوا يتكلموا، وجه الاستاذ عمرو الجنايني. في جديد حصل؟ احنا كده بنتكلم في الفترة الفري. في في المفروض ان في جديد حصل، بس كله الناس جت على وضع هم مش فاهمينه. مم. يعني الموقف بتاعك ده خلال الثمان 9 شهور، هم الناس فاكرين ان زيزو على حسب يعني الكلام اللي هم سامعينه برضو، ان زيزو مشكلته فلوس مم. او المشكله كلها ماديه، فهم جايين يظبطوا الموضوع مادي. يا جماعه والله العظيم الموضوع ما مادي. انا ده اللي انا حاولت افهمه مم. لجنه الكوره، يعني يا جماعه والله الموضوع مش مادي. طب خلاص احنا هنزود لك بدل 50 يا جماعه والله مش مادي، أمه. افهموا. الموضوع دلوقتي دخل في سكه مم. ان الراجل ده، انا ووالدي مم. محتاجين يعني بجد يرجعوا للصوره الطبيعيه الحقيقيه بتاعتهم، مم. مش التسريبات كل الاكاذيب اللي كانت بتتقال دي. رجعوا لنا حقنا بالشكل اللي هو ان ده فعلا ما حصلش. انت مش هتقول حاجه غلط، مم. انت هتقول حاجه حقيقيه مم. بجد يعني. فالموضوع كان صعب بالنسبه لناس كتيره. استاذ يعني عمرو الجنايني كتب كلام كويس عن الوالد ساعتها وقتها الكابتن مصطفى. تمام، بس هو ما كانش طرف اصلا. كانش طرف. يعني ما كانش طرف في المشكله اللي قبل كده. ايوه. فانا مش مستني من مستر عمرو ده، انا بحبه جدا على مم. المستوى الشخصي. راجل محترم جدا جدا، ومشكلته ان هو جه كانت الامور يعني خلاص، يعني مم. وصلت للنهايه يعني. مم. ف ما حاولتش تقعد معاهم تفهمهم تتكلم معاهم؟ انا فهمت، مم. قعدت واتكلمت وفهمت الناس كلها. مم. قعدت افهمهم ان الموضوع دلوقتي ما بقاش مادي. امال بقى؟ الموضوع ان في ناس كتيره طلعت قالت علينا كلام مش حقيقي. الناس دي محتاجه تعتذر وتقول اللي حصل بجد. مم. بس هل انت مثلا بتقول لي انا بطلب طلب دلوقتي، والمفروض انت كشخص كنت بتكذب بقالك 8 شهور تطلع تقول والله انا كنت بكذب؟ مم. بس وصلنا لمرحله ان احنا وقفنا عند كده. ما خلاص بقى وقفت المفاوضات. وفي ناس كتبت مش عارف ايه، بعد اذنك لو هم قادرين مم. يعني يقولوا الحقيقه بجد يا ريت يعملوها. مم. انا عايز يعني انت دلوقتي جاي بتهني سنه ومش عايز تنزل اعتذار، مش عايز تخلي شكلك وحش وتخليني انا شكلي وحش 8 شهور. مم. لا مش طبيعي. كل واحد بياخد حقه من بالطريقه اللي هو شايفها. فخلاص اخدت قرار. اخدت قرار اخدت ان قرار ان الموضوع، لا الموضوع يا جماعه مش فلوس، هتقدروا تحلوا الموضوع ده انا معاكم. نحلوه مع مع الوالد. لن... مع مع الوالد. اه. ان كل الحاجات اللي اتقالت دي الناس محتاجه تطلع تقول ان ده مش حقيقي. طب ما في ناس طلعت واتكلمت مين الناس؟ المتحدث الرسمي طلع اتكلم، استاذ احمد سالم اتكلم كويس عن الكابتن مصطفى واتكلم كويس عنك، ده معايا حتى كمان. والمسؤولين اللي هم السبب في كل كنت المشاكل مستني دي. مين يطلع يتكلم؟ خلينا انا مش نتكلم مستني بصراحه. حد. اه. ما مش مستني حد. انا مستني كل اللي طلع قال حاجه مش حقيقيه وكذب يطلع هم الناس عارفه، هم الناس عارفه. يعني انا ما طلبتش حد انا قلت كل الناس ما اللي حدش قالت حاجه. استجاب للطلب اللي انت طلبته؟ ما حدش هيقدر يعمل كده. ما حدش هيقدر ما يعمل. حدش هيطلع يقول للناس انا كذاب يعني. هل انا حصل انه كابتن مصطفى قال انا مش هتفاوض طالما موجود الكابتن حسين لبيب؟ الكلام ده حصل؟ ما اعرفش. ما تعرفش؟ انا ما اعرفوش. انت ما ممكن تعرفش. يقول قال كده لحد، بس مم. انا ما اعرفوش. دخل ولو قال كده يبقى حقه على فكره. ليه؟ كده لان هو شاف 8 شهور الناس تاخد منه ميعاد وما هو يجي والناس ما بتجيش. اتفق اكتر من 1000 مره والناس برضو رجعت في بس انت كلامها. بتتكلم في رئيس نادي الزمالك. هتفاوض مع، طب ما انا تفاوضت معاه 8 شهور. هو عمل ايه بقى؟ ما انا يعني ما انا مش هينفع امشي رئيس النادي برضه لا لا ولا؟ لا لا اه. ما قالش كده. امال ايه؟ انا ما اعرفش هو قال ايه بالظبط، بس ما قالش يمشي يعني. امم. ما فيش حاجه اسمها كده يعني. بس ما اعرفش هو التفاوض ان هو ما كانش عايز يتفاوض مع الشخص ده، انا برضو ما اعرفوش. امم. هو كان عايز يعمل كده ولا لا؟ بس انا بقول لك لو هو قال كده هو حقه. لعيبه الزمالك كانت بتقول لك ايه في الوقت ده؟ شيكابالا مثلا، حد كان بيتكلم معاك من لعيبه الزمالك الكبار؟ عبد الله؟ لا معظم اللعيبه كانت عارفه اللي كان بيحصل. امم. عشان كده انا لما رجعت اتمرن في نادي الزمالك تاني، امم. اللعيبه كلها كانت بتكلمني عادي وانا وحشهم وهم وحشني والكلام كله. استغربت بس ردة فعل لعيبه كانت المفروض عايشه معايا السنه وعارفه ايه اللي بيحصل. زي مين؟ لا ناس كتيره. امم. ناس كتيره، انا مش عايز اقول اسماء يعني.
بس انا استغربت جدا رد الفعل ده. انت واحد عمرك ما شفت مني حاجه وحشه، إمم. بتعامل معاك ودايما بكبرك قدام الناس. إمم. اي حد بيقول لك يا زيزو نعمل كده اقول لك لا، في حد لازم ترجع له الاول. إمم. وعمرك ما شفت مني حاجه وحشه ولا الحاجات دي كلها. فانت يعني لما انا رجعت، ايه اللي حصل جديد يعني؟ إمم. ايه اللي حصل جديد؟ والمشكله ان انت عايش معايا السنه، يعني انت عايش وعارف ايه اللي بيحصل، مش زي الناس اللي بتسمع. يعني الناس اقول لك اعذرهم ان الناس بتسمع بس كلام من طرف واحد إمم. وبتصدقه. انت بقى مصدق ليه يعني؟ يعني مش فاهم برضه. مفاوضات الاهلي بدات امتى؟ ظهر مفاوضات الاهلي في الصوره امتى يعني؟ ظهر في الصوره. إمم. معايا انا ولا مع اصل انا إمم. اصل انا اكتشفت موضوع الاهلي ده بعدين. إمم. يعني انا ما اعرفش هو بدأ امتى بالظبط، بس إمم. هو اكيد في الفتره القانونيه يعني. إمم. ده اللي انا اعرفه يعني. إمم. بس الكلام بدأ منين؟ وتقريبا ما كانش اللي انا فهمته بعد كده ما كانش الاهلي هو الطرف. يعني إمم. هو كان في نادر شوقي كان موجود إمم. بيتفاوض مع بابا، والموضوع وصل بقى لمرحله بعد كده يعني. ما حصل. كانش هو الاهلي. بس انا في الاول انا ما كنتش اعرف ان الاهلي موجود، عشان اكلمك بكل صراحه يعني. ما كنتش كان تعرف. موجود بقى العين، وكان موجود إمم. الوكرة وفرق في قطر كده. مش عايز برضو انسى حد. كان إمم. موجود انديه في السعوديه، ده اللي انا كنت عارفهم. إمم. يعني وكيلي، ما بلاش بابا دي عشان بتزعل ناس كتيره. إمم. وكيلي إمم. بيجي يقول لي ده في عرض من كذا، انا بتفاوض معاه اوكي. إمم. وعلى فكره موضوع الفلوس ده انا ما بتكلمش فيه. يعني هو في نادي في السعوديه بيكلمك فانا اتفاوض معاه، فهو بتفاوض يعني. طيب ناس نزلت نفي في نادي الزمالك، زيزو ما مضاش في حته، زيزو موجود في الزمالك، زيزو احنا هنجدد له، زيزو موجود في الزمالك، وانت كمان نزلت نفي ان انت موجود في نادي الزمالك. بس الناس ساعتها عرفت ان انت كنت في السفاره الامريكيه. اعتقد دي كانت مرحله مفصليه بشكل كبير جدا جدا. ايه اللي حصل؟ انا هطلع بقى يعني، الحمد لله ان انا طلعت المره دي، بس انا مش هطلع تاني يعني. انا هقول الكلام ده واطلع اجري. آه. موضوع مش السفاره ده، هتتكلم تاني يا زيزو؟ لا لا مش هتكلم تاني خلاص. خلاص. مم. آه موضوع السفاره ده ممكن يكون الغلطه الوحيده اللي انا عملتها خلال السنه. الغلطه الوحيده؟ الغلطه الوحيده. ده انت لا التوقيت نفسه. ليه بقى؟ لان انا وعلى فكره وقتها انا كنت لسه بتفاوض مع نادي الزمالك. عشان مم. بس الناس اللي بتقول اي كلام ده، انا كنت لسه بتفاوض مع نادي الزمالك. مم. والبيان اللي نزل قبلها بيوم ده، ولا تقريبا بعدها بيوم او في مم. نفس اليوم، مم. كان باتفاق مع حد مسؤول في نادي الزمالك. اللي انت نزلته؟ اللي انا نزلته، عشان بس الناس بتقول ده نزل وكده علينا برضه، ده كان باتفاق مع حد من مسؤول نادي الزمالك. مم. كان لسه تفاوضات شغاله وكل حاجه. ماشي. فكره انا بقول لك ليه اكبر غلطه انا عملتها. يلا. آم، موضوع السفاره ده، انا كان يعني كان الناس بتتكلم معايا مش الاهلي. مم. كانوا بيتكلموا معايا من شهر واحد، انديه بتلعب في كاس العالم، مم. هتلعب في كاس العالم. مم. فانا خدت ميعاد وكنسلته، واخدت ميعاد تاني. وحد قال لي ان الميعاد التالت ده لو كنسلته هيبقى صعب ان انت تاخد ده. مم. وانا كان عندي فكره ان الفيزا بتاعت امريكا دي بتقعد وقت طويل عقبال ما بتطلع. فتحسبا لاي حاجه، انت دلوقتي بتتفاوض مع نادي الزمالك مم. بقالك 8 شهور، مش هيحصل ان انت تقعد في نادي الزمالك. مم. فعلى فكره حاجه شخصيه جدا. مم. يعني انا برضه هطلع كده والناس هتصدق، بس اللي انا بقوله ده هو الحقيقي. مم. انا عملت التاشيره بتاعت تحسبا لاي حاجه. مم. على فكره انا لو ما كنتش رحت لعبت في فرقه في كاس العالم كنت راح اتفرج على الماتشات بتاع كاس العالم برضه. مم. يعني هو الحاجه دي مش معموله مخصوص لحد معين، مم. بس تحسبا لاي حاجه. مم. ما بس ضيف- التوقيت كان غلط. بالظبط، ما هو ده انت اللي انا عندك بقوله. ستالين بوش. بس انا الفكره نفسها انا ما كنتش اعرف ان الموضوع هيطلع. مم. انا مش فاكر الموضوع ده هيطلع. مم. وانا عارف نفسي ان ده الموضوع ده مش هيأثر عليا. مم. يعني انا في مشوار، يعني كاني مثلا رحت اي حته، رحت البنك الصبح. مم. انا بالنسبه لي بحسبها كده، انا بقول لك من وجهه مم. نظري. مم. فانا ما كنتش قاري الموضوع ان ده هيطلع بقى للناس، والناس تربط ده بده يعني. تفكير غلط طبعا. مم. انا بعترف من ده يعني من الحاجات القليله اللي انا بعملها في حياتي، ما تبقاش مدروسه قوي. مم. بس ده توقيته كان غلط. توقيته كان غلط. بس برضو ده كان فكرتي، بس ان الفيزا بتاخد وقت طويل عقبال ما بتطلع. مم. فعشان كده انا لو اعرف ان مثلا فيزا امريكا دي هتطلع في يوم، مم. ما كنتش رحت الميعاد ده. بس هو برضو كان تالت ميعاد، فكان ممكن ما اخدهاش اصلا. لما نادي الزمالك استبعدك من المران كان ايه رد فعلك؟ وعرفتها ازاي؟ وهل فعلا جالك تليفون تعالى علشان خاطر دلوقتي حالا اما انك تمضي وتجدد وهندفع لك الفلوس، او ان احنا هنفهم ان انت مضيت في حته تانيه في النادي الاهلي؟ لا ما جاش كده يعني. طب ممكن تقول لي ايه اللي حصل في اليوم ده؟ انا وصلت التمرين في اليوم ده. المدرب عايزك. مم. اوكي، طلعت
كان مم. بيسيرو. مم. طلعت قال لي انا شايف والاوضاع هيبقى صعب عليك جدا في الملعب، وانا شايف ان انت تريح ماتش بكره مم. وكده. مم. قلت له بص، انا من وجهة نظري مم. مالكش دعوه بيا في مم. الملعب، يعني انت مالكش دعوه بيا، مم. انا هعرف اتعامل وهعرف اعدي الموضوع ده. مم. انت بس حطني في الملعب ومالكش دعوه، انا تمام. الا لو انت واخد قرار. قرار او واخد اوردر من الاداره ان مم. انت تطلع زيزو بره الملعب، دي قصه تانية فقال خالص. لك ايه؟ فقال لي انا واخد قرار اداري ان انت تطلع بره الماتش. مم. قلت له ما عنديش اي مشكله دلوقتي، الماتش ده بس ولا لحد اخر الموسم عشان مم. بس ابقى فاهم. لو الماتش ده تمام برضو انا ما عنديش اي مشكله. قال لي تتمرن في الجيم ولا تتمرن في الملعب؟ قلت له اتمرن في الملعب. نزلت الملعب لقيت نفسي بتمرن لوحدي. انا فاكر بتمرن في الملعب مع اللعيبه يعني. مم. لقيت ان انا بتمرن لوحدي. ما كنتش مضيت للاهلي وقتها؟ لا طبعا. ما كنتش مضيت للاهلي. لا طبعا. مم. الناس تقول وما اعرفش مين اللي قال واللي كان عايز يقول، وانا طلعت قلت لاي حد عنده اثبات او عنده اي ورقه يطلع يعملها. انا ما صالحت الناس، مم. ولو انت بجد كان عندك اثبات بده اعمله. مم. يا اتفضل. انا من ضمن الناس اللي قالت ان انت ما فيش مشكله. مضيت، انا عشان قلت بس ما بقاش انا لا يعني بقول حاجه عادي. انا قلت لك انا وجهت لكل الناس. انت ابراهيم قلت قلت لك انا قلت لك بشكل غير مباشر ابراهيم طلع الورق اللي معاك. مم. ده اللي مش ده اللي حصل في البيان بتاعي. فما مضيتش. لا طبعا. ماشي. هو ربط ده بده وعمال بقى عندنا مشكله ان احنا بنبيع للناس اللي احنا عايزين نعمله، يعني احنا عايزين نقوله ده انا كنت عارف ان هو مضى من شهرين. طب الكلام ده ما كانش حقيقي، على ولا اي اللي اساس قال إن انت من شهرين؟ بنفسك اللي بتقول لي انا عارف ان هو ماضي من شهرين ده، انت بنفسك طالع عمال تمدح في ابويا وتقول لي مش عارف ايه وتقول له ايه وتمدح في زيزو ان هو لعيب منظم وذكي. بعدها بعد التاريخ اللي انت قلته، انت المفروض ان انت عارف ان انا مضيت بعد التاريخ ب 10 ايام. انت ازاي عارف وازاي بتنزل حاجه زي كده؟ اسالك سؤال. يا جماعه الناس مع يعني مم. ممكن تاخد يعني دقيقه دقيقتين كده تفكر شويه قبل ما تصدق حاجه، هتكتشف ان الموضوع يعني اصلا لحد كل القصه بتاعت السفاره والبتاع انت ما وقعتش رسمي للنادي لا الأهلي؟ طبعا. ولا ربطت نفسك شفهي معاهم ولا اي حاجه؟ لا بص يا ابراهيم، انت ولا اتفقت اتفاقات؟ لا 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 لا، انت بتربط الاهلي ده، يعني انت بتتكلم على الاهلي ضمن 7 8 عروض. ماشي. ماشي. عشان بس تبقى يعني ما توجهليش المباشر ده انت ما اتفقتش مع الاهلي. لا انا بقى انت راجل دلوقتي فري، الوكيل بتاعي بيجي له عروض بتفاوض فيها. ايوه. بس مم. هو ده كان كل الموضوع، وكان فيها مكان الاهلي كان فيه 3 انديه تاني بيلعبوا كاس العالم للانديه. امتى خلاص كان الموضوع حسيت ان هو اتقفل في الزمالك، احنا خلاص هنفتح صفحه هو تانية؟ بعد ماتش ستيلن بوش خلاص استلم بوش، خلاص الموضوع انتهى. ستيلن بوش والشتيمه والخوض في العرض والحاجات اللي حصلت من واحد انت ما شفتش منه حاجه وحشه غير ان انت سمعت ان هو عمل كده بناء على راي حد الله اعلم بنيته، بس قال لك ان ده عمل كده مضى في الاهلي او الحاجات دي كلها. طيب فبناء عليه انت عملت حاجات، لا خلاص ايه ده، حتى لو في فرصه لان انت يعني انت لسه بتفكر في الموضوع، تنازل شويه معلش الناس هتعتذر لك بطريقه او قعدت ليه اخرى. فتره كبيره ما بتروحش التمرين؟ لان انا اكتشفت بعد ماتش ستيلن بوش راح التمرين بعدها بيوم، كان ماتش تاني يوم، خلاص انا عندي تمرين، كان في تمرين ما كانش فيه تمرين مستبعدين، في تمرين تاني يوم، اوكي انا رايح التمرين زي اي يوم. اكتشفت ان طبعا ما فيش حد من العمال هينزل الصوره ويدوس عليها ويدوس عليها ويتف عليها والحاجات دي كلها من غير اوردر من مجلس اداره. يعني ما فيش حد، ما فيش عامل هيعمل مش كده. جايز ده تصرف فردي؟ لا طبعا. الزمالك قال ان ده تصرف فردي. ازاي ولو ده تصرف فردي، لو ده تصرف فردي انت ليه كنادي ما بتطلعش بيان ان احنا بنعتذر عن اللي حصل ده؟ ما كانش ليه سبت الموضوع كده؟ ليه؟ حسيت انه ده في خطر مثلا عليك، ولا يعني انت فسرتها ازاي؟ انا عايز افهم. ايوه طبعا. تفسيرك ليها ايوه ايه؟ طبعا. الصوره لما نزلت والشتيمه اللي حصلت في المدرجات والحاجات دي كلها تخليك انا هروح النادي ازاي؟ انت بتقول للناس بدون اي دليل وبدون اي اثبات ده مضى في الاهلي وهيجي لك النادي ومنزل الصوره ودايس عليها، والناس خلاص خدت عنك فكره ان انت، فخلاص ايه ده؟ وقلت لهم ما عنديش مشكله ان انا اجي النادي تاني يوم، بس انت يعني انت عملت كده، اثبت لي ان انت تقدر يعني مش تامني بمعنى تامني، عشان الناس بس بتاخد الفكره دي
ان انا بقى خايف وفاهم مم. لا خالص. مم. يعني الفكره في ان انت عملت كده، مم. فالمفروض تصلحه باي طريقه بقى. فترة الانقطاع دي بقى ايه اللي حصل فيها؟ لان انت ما بتبقاش موجود فيها في الزمالك، بدأت العروض بقى تكتر اكتر، بدأ الاهلي يبقى موجود اكتر، القصة تمشي بالشكل ايه، بأنهي شكل؟ بدأ الموضوع بقى خلاص، انت يعني خلاص انت كده الزمالك بقى الموضوع بالنسبة ما لك خلاص هو اتقفل قفل. خلاص، اتقفل هو قفل خلاص. خلاص. خلاص الموضوع بالنسبة لك دلوقتي انت في مرحلة تفاوض مع باقي الأندية، الاهلي على راسهم ومجموعة الأندية اللي انت بتتكلم فيها. بالظبط. امتى كان ويعني قولها لي بصراحة يعني، امتى مضيت مع النادي الاهلي؟ امتى مضيت؟ مع النادي الاهلي رسمي في الفتره القانونيه بتاعتي. في الفترة القانونية. طبعا لما خ... كانت علاقتي خلصت بنادي الزمالك تماما. كنت خلصت خلاص كل حاجة مع نادي الزمالك. هل صحيح انه انت اخدت ارقام مضاعفة بكتير جدا جدا عن اللي كانت معروضة عليك في نادي الزمالك، وهو ده اللي خلاك تمشي؟ يعني الحاجه الوحيده اللي قالها واحد مسؤول كان في نادي الزمالك ومشي، ان عرض الزمالك كان اعلى من عرض الاهلي. ده اكبر. وانت متخيل ان مثلا العروض بتاعت بره مم. في لعيب فري هتبقى في نادي في مصر هيدفع اكتر منها؟ مم. المشكله الناس بتقول حاجات، يعني انا مش عارف هم مصدقينها ازاي. يعني انت مصدق مثلا ان الاهلي او اي فرقه في مصر هتدفع نص الرقم اللي هيجي بره؟ مش هتدفع؟ لا طبعا. مفيش الارقام دي في مصر. مش 500 مليون و600 مليون؟ ايه؟ انا قلت الرقم ده تاخدهم وابطل كوره على طول. والله، يعني الرقم اللي انا قلته ده لا مش طبعا، مظبوط. لا طبعا. لا طبعا يا ابراهيم، ما في. الموضوع بعيد قوي عن الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي. بعيد قوي يعني. بعيد. جدا جدا جدا، يعني مش عايز اقول رقم بس يعني. لا بعيد قوي يعني. بعيد قوي. يعني مش هقول لك اقل من النص ولا 40% ولا 30%، اقل من كده كمان. قلت في بداية الحلقة انه كان جاي لك عرض من نيوم، او في الحلقة بتاعت الجزء الاولاني منها، يعني ان كان جاي لك عرض من نيوم ب5 مليون دولار. ده قيمة عقدك انت. ايه اللي خلاك تفضل الاهلي على عرض زي العروض اللي جات لك من نيوم؟ عشان زي ما قلت قبل كده، الفكره مش موضوع فلوس بس. م. الموضوع مش فلوس. الواحد طبعا بيشتغل عشان ياخد فلوس، ايوه. دي ما حاجه منطقيه يعني، عشان بس الناس ما لكن في الاول وفي الاخر انت هتقدر تعمل انجازات وبطولات، وتلعب في بطولات مختلفه، وتعمل تاريخ كبير وعندك جمهور مرعب. م. فين غير النادي الاهلي؟ بتشوف جمهور الاهلي مرعب؟ ايوه طبعا. انا على فكره ما بقولش دلوقتي عشان انا موجود في الاهلي، م. انا طول عمري بقول كده. انا في اي حتى وانا في الزمالك وعقدي ماشي في الزمالك بقول ان جمهور الاهلي ده حاجه جامده جدا يعني. عايز اقفل الحته بتاعت الزمالك بكلمه توجهها لجمهور الزمالك بعد هذه المرحله بالكامل اللي احنا سردناها على الاجزاء ديت. عايز تقول لهم ايه؟ آه يعني مش شايف ان احنا كنا ممكن يعني نستحق ان نطلع بالطريقه او بالنهايه دي. شايفها نهايه ظالمه يعني اللي ظلمه حصل ليك لكله. وليهم. كله يعني. آه، آه، اتشرفت طبعا ان انا كنت موجود في الزمالك 5 سنين. حققت معاهم بطولات جماعيه وفرديه كتيره. ولا هفضل عندي الشرف ومتشرف دايما، وهقول لاولادي ان انا كنت جزء من تاريخ نادي الزمالك يعني. هتقول لاولادك انك كنت جزء طبعا انت. حاجه اتشرف بيها يعني. بعد الفاصل الحديث يتواصل مع نجم مصر والنادي الاهلي حاليا كابتن زيزو، فخليكم معنا.